هل الإنسان مسير أم مخير في هذه الحياة؟ سؤال حير أجيال ولا توجد إجابة حاسمة، وأنا بإذن الله تعالى سأتحدث معكم في هذا الشأن، ومن المحتمل أن تستمع مني إلى كلام لم تسمعه من قبل، لأنه اجتهاد شخصي مني، وفي نهاية الأمر ما هو إلا قول كأي قول، وإن كنت سترتضيه أو لا ترتضيه فكل ما أرجوه ألا نتورط في جدال عقيم. وكما يقال أن القرآن حمال أوجه، وكل الأوجه احتمال الخطأ فيها يساوي احتمال الثواب، لأن الحقيقة المطلقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال في محكم الكتاب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأنا أرى معظم الناس يفهمون هذه الآية من منطق أن الله يعطي البرد بقدر الغطاء، أو يعطي الغطاء بقدر البرد، حاجة زي كده يعني. وإن كان هذا المفهوم صحيح يبقى ما فيش مشكلة، إنما أنا أفهم هذه الآية بمنظور آخر. ولتوضيح مفهومي هذا سأضرب لكم مثل. لو فرض أن شخص أهداني حقيبة زي دي كده مثلا، ولو إن دي مش حقيبة، دي بقرة. واحد أعطاني حقيبة زي دي وقال لي: لا تضع في هذه الحقيبة إلا سعتها، يعني النضارة دي مثلا تسعها هذه الحقيبة فنحطها فيها، حاجة أكبر لا. طب مين يعرف وسع هذه؟ اتنين: اللي صنعها واللي بقيت ملكه وبيستخدمها. وهكذا نفس الإنسان، من يعلم وسع نفس الإنسان؟ الله خالقها، ومن أعطيت له وامتلكها وهيستخدمها اللي هو أنت. يبقى أنت بتعرف وسع نفسك. فلما نلاقي شخص في وسعه ينفق على أسرته 10,000 جنيه وينفق 3، وتسأل يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا عم أنت قدرت وسع نفسك خطأ. فلو افترضنا مثلا وسع نفسك ده متر، كل ما تضرب من المتر يبقى ده ليك، وكل ما تبعد يبقى عليك. لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت. تقدير نفسك انت اللي هتتحاسب عليه، لازم تقدر نفسك صح. واضرب لكم مثل اخر لزياده التوضيح. انا استاجرت نفرين علشان يرفعوا لي طوب من الارض، لبنات البناء يعني، طوب من الارض يطلعوه على سطح المنزل. وشفت واحد من الاثنين في كل مره بيطلع وفي ايده طوبه واحده، والآخر بيطلع وفي إيده 5. وفي آخر النهار لما جيت أحاسبهم، اللي كان بيطلع بطوبة واحدة أعطيته أجر كامل، واللي كان بيطلع ب5 أعطيته نصف أجر. أنا كده أبدو ظالم. لكن لما الناس تعرف إن اللي كان بيطلع بطوبة واحدة ما كانش عنده جهد أكتر من كده، هو وصل لأقصى وسع عنده، والتاني كان في إمكانه إنه يشيل 10 وبيشيل 5، فكل ما في إمكانك إنك تعمله هو تكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المعنى هيختلف لو قلنا كل ما في الوسع تكليف، مش هيختلف المعنى. كل ما في الوسع تكليف، يعني كل اللي في استطاعتك إنك تعمله هو تكليف. ولذلك في مقولة مشهورة: رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. اللي بيعرف قدر نفسه ربنا بيرحمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لصحابي: استفت قلبك وإن أفتوك. أنت اللي عارف وسع نفسك. وقبل أن أنهي أقول أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا منا، وعلم أننا سنفهم الآية بخطأ، لذلك أردف هذه الآية بدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا حط دعاء لأنه عرفنا هنفهم الآية دي غلط، وكلنا هنخنصر في حق ربنا سبحانه وتعالى.